زبادي اهوت. معلش بقى انا اسفه، انا اسفه علشان خاطر بصور بايد واحده بالطريقه دي. وكمان الزبده، وابدا افركهم بقى. هفركهم وارجع لكم تاني، هفركهم في بعض كده علشان انا بصور بايد واحده، وهرجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه تاني. الخطوات الجايه هتبقى ايه اهوت. فركتوا مع بعض اهوت يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهوت. واقول لكم بقى على حاجه، البنات المبتدئين الحلوين الامامير اللي لسه يعني ايه بيتعلموا الطبيخ، إيه علشان المعمر يطلع يعني مش معجن معاكم ومش مظبوط يعني ومفلفل. الرز اهو يا حبايبي اهو، اهو بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. وهنعمل ايه عقلتين من الصابع كده. لازم يبقى فيه عقلتين من الصابع كده اهو، شايفين حضراتكم؟ عقلتين من الصابع اهو، علشان يبقى الرز كده معاكم مظبوط. تمام. انا كده فركت ايه، فركنا السمنه والزبادي مع بعض في الرز. وانا ما بنقعش الرز، انا بغسله بس. هنقعه في اللبن، يعني انا هضيف اللبن كده زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي. هغطي الرز باللبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. الرز كده يتغطى باللبن اهو. وهقوم اضيف بقى اهو معلقه ملح، معلقه من الملح. انا ما بحبش احنا ما بنحبش هنا المعمر مسكر، انا بنحبه مالح. وما حطيتش سكر كتير، دي هي بص حبه كده ما بين صوابعي كده بالطريقه دي اهو. ان عجبكم الفيديو حبايبي بقى جربوا بقى الوصفه بتاعتي، وتعملوا لي بقى اشتراك بقى فضلا وليس امرا، ولايك وشير، ووصلوا الفيديو ده ل50,000 لايك. تمام، ل50,000 لايك كده. معايا هنا برضو معلقه من السمنه هحطها على الوش كده علشان كمان ايه, يعني بسم الله ما شاء الله كده السمنه وشها يبقى حلو كده. السمنه بتخلي المعمر يبقى لها وش جميل بالطريقه دي. تمام كده حبايبي، كده ماشيين مظبوط. انا هسيبها ساعه واحده بس منقوعه باللبن وبالخلطه اللي انا حطيتها على بعض دي، وبعدين هدخلها الفرن. تمام. لكن تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الساعه اللي انا هسيبها منقوعه فيها. يلا تعالى يلا بينا. معايا هنا فلفل اهوت، فلفل وانا اسفه فلفل، ومعايا هنا بتنجان. انا هشيل بقى البتاع دوت، هشيله بقى علشان انضفه كده وافتحه من النص، وهنقليهم. انتوا عارفين انا قبل كده قليتهم مع بعض، يعني قليناهم مع بعض. ونعمل الدقه برضو ونرجع لكم. عايزه اقول لكم حاجه بالنسبه للمعمر. انا اسفه سوري. بالنسبه للمعمر اللي حضراتكم عايزين تحطوه يعني في المعمر، عايزين تحطوه فيه لبن رايب، تحطوا قشطه، مفيش اي مانع خالص. لكن انا بستكفى بالزبدية بستكفى بالزبدية وبستكفى اللهم صل وبارك على الزبده والسمنه اللي هي بتبقى في وش ايه الصينيه من فوق دي عشان تديها لون جميل، وبتبقى طعمها خطير جدا جدا جدا. وجربوها مش هتندموا، وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في المعمر بتاعي. والف هنا على اللي هيجربوا ويدوقوا، والف هنا على اللي اكل. هعمل بقى البتنجان وهرجع لكم تاني ان شاء الله باذن الله. اهو يا حبايبي اهوت فتحته بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وبرده الفلفل فتحته من تحت كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. عايزه اقول لكم بقى ان المعمر ده ولا عايز لحوم ولا عاوز فراخ ولا عاوز اي حاجه خالص 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 خالص. هو بس عاوز حاجه حرشه كده، بتنجانيه، فلفلايه كده محدقه، بطاطسايه كده، شيبسي، بيض مسلوق. هو ده هيبقى غدانا النهارده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. شفتوا بقى حبايبي البطاطس هنا كده اتحمر، وهنا كمان البيض اهو بيتسلق. ايه رايكم بقى؟
ايه رايكم؟ قولوا لي ايه رايكم. كله بقى يقول لي في الكومنت. وشكرا، انا عايزه اشكر الناس الجمال حبايب قلبي اللي ما تحرمش منهم ابدا ابدا ابدا، اللي بيقولوا لي كومنتات حلوه واللي بتساعدني وبتدعمني. كلهم متشكرين جدا جدا جدا، وهم على راسي من فوق. وربنا يوفقنا كلنا جميعا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. وشكرا برضو للناس اللي بتتفرج وما بتديش كومنت ولا بتدي لايك ولا بتعمل اي حاجه، هي بتتفرج وبس. متشكره جدا 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 ليهم، متشكره الف شكر. وبرضو هم على راسي من فوق. خلاص اهوت حبايبي،